بسم الله والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في مطبخ أطايب. اليوم حبيت نشارككم وصفة رولي بطاطا من أسهل الوصفات، بنتها تقتل وسهلة في التحضير نتاعها. جربوها ما تندموش عليها، وروحوا مع بعضنا للمقادير. درنا 3 حبات ل4 حبات حسب الحجم تاع البلان تاعكم بطاطا. سكرفجناه في السكرفاج في الجهة الخشينة، ما ديروش في الجهة الرقيقة كما راكم تشوفون. نديروها في صفاي، نحاولوا نقطروا منها المادة النشوية هذيك نتاعها حتى تكتر لنا مليح. درنا لها شويه ملح وفرغناها في الكسكاس، نخلوها تفور ثواني ماشي دقائق، ثواني قيس ما هكا تفور شويه برك، ومن بعد نطفوا عليها نص طياب، بحيث اننا من بعد كي نمسوها نلقاوها مازالها شاده في روحها. هي راهي تفور. حنا وجدنا عندنا 5 حبات تاع بيض، درنا لهم شويه تاع ملح وشويه تاع فلفل كحل وشويه تاع زنجبيل، خلطناهم مع بعضهم البعض، وجبنا البطاطا نتاعنا. وقلت لكم ما تخلوهاش تفور بزاف، شويه برك باش تضمنوا من بعدك الطيب. بارسكو كاين ساعات وين تكون الفور زايد شويه نلقاو البطاطا الرولي تاعنا ما طابش. انا لهنايا نفورها ثواني، قيس هكا شويه برك، قيس 5 ثواني 6 ثواني كي تبدا تفور. ومن بعد نفرغوها لهنايا فرغوها، ونزيدوا عليها شويه تاع فرماج، ونزيدوا عليها البيض هذاك اللي كنا ديجا تبناه. كيما راكم تشوفوا لهنا، هاني كي تشدوها تلقاو كل حبه وحده، ما تخلوهاش تعجن، ما تخلوهاش تطيب لكم بزاف. فرغوا عليها كونتيتي تاع فرماج، وزيدوا ديروا عليها البيض هذاك اللي كنا ديجا تبناه. نخلطوهم كامل مع بعضهم البعض مليح، راهو فيه كلش البيض هذا كيما شفتوا قبيل. ونحكموا البلان تاعنا، فرشناه بورق الزبده، ومن بعد نهبطوا البطاطا تاعنا فيه ثمايه. راكم تشوفوا فيها لازم تبقى كل حبه وحدها، ما تخلوهاش تطيب بزاف ما تعجنش معاكم. فرشوها مليح وسووها قد ما تقدروا، ما تخلوش بلاصه عاليه وبلاصه هابطه. ومن بعد ندوها للفور تاعنا، نخلوها تطيب من التحت وطيب من الفوق، قسمه الطيب وينشف فيها هذاك البيض. ومن بعد نجيبوها نديمولوها ونقطعوها. لاول مره تشاهد القناه تاعنا ما تبخلوش علينا بتفعيل زر الجرس، ما تبخلوش علينا بالابوني، بارطاجونا الفيديو ان شاء الله يطلع لنا اكبر عدد من المشاهدات. ومن بعد من جهه واحده اخرى درنا شويه تاع مقارين ولا سمن. انا لهنا درت شويه سمن مع شويه بصل وشويه ملح، ولهنا درت اللحم مرحين تاعنا، ونتبلوهم مع زوج فصوص تاع ثوم، الملح وفلفل كحل وزنجبيل وراس الحانوت، وزوج فصوص تاع ثوم حكوا في سكرفجوهم معاهم، وخلطوهم كامل مع بعضهم البعض، وغطوهم وخلوهم يطيبوا على جهه. في الوقت هذا راهي البطاطا تاعنا في داخل الفور لداخل راهي طيب. بهذا الشكل هي طابت معانا. نحاولوا نحولها لشوت اللي منا ومنا اللي على الاطراف على جال باش ما تجيناش بعدك نعودوا الرولو فيها. لا خليتوا لها الحواشي راه ما تساعدكمش في الرولي. قطعتها لهنايا على 2 ومنا على 3، يعني على 6 مرصوات، على 6 مرصوات هكذا. ومن بعد نبداو نخدموا كل مرصو نخدموا عليه به وحده هكذا، ونحطوا الحبه نتاعنا. نجيبوا الفرماج تاع الساندويتش الكاري هذاك، نديروه على الحاشيه من التحت. كشغل هذا نستعملوه كالغراء باش من بعد الرولي تاعنا تلقى درد البطاطا وين تلصق. نقسمتها في الوسط باش تكفيني، نتوما حسب الكاري تاعكم قداش درتوه. انا كيما هكذا تبقى لي شويه ما فيهاش الفرماج، قسمتها على 2 على جال باش تكون الحاشيه التحتانيه كامل فيها الفرماج. درنا شويه تاع اللحم تاعنا من بعد ما طاب كيما شفتوا قبل، خليناه يطيب، ودرنا عليها شويه فرماج رابي. راهي البنه تاعها يعني الفرماج يزيد يعطي لها بنه على بنه، بنتها تجي ما شاء الله تقتل بالبنه. جربوا هذه الوصفه ما تندموش عليها. ورولوها لهنايا رولي بالعقل، خلوها تبرد. يعني راني نسيت ما قلت لكمش قبيل، البطاطا تاعكم كي تجبدوها من الكوشه خلوها تبرد باه تقدروا تتعاملوا معاها. هاكد حاولوا تضغطوا عليها شويه باه تلصق لكم على الفرماج هذاك. ولهنا حبيتوا ديروا فرماج رابي، حبيتوا ديروا من تاع الساندويتش هذا، غطوها من الفوق. ونروحوا ندو الحبيبات تاعنا نديروهم في البلا، ونديروه غير شويه من الفوق برك قسم يذوب لنا الفرماج تاعهم.
انا لهنا قدمتها مع شويه تاع زيتون. شوفوا شحال تجيكم مفرمجه، والبنه نتاعها والله ما نحكي لكم عليها، بنتها ما شاء الله تقتل بالبنه. ديروها ما تندموش عليها وتاكلوها بالصحه والهناء ان شاء الله. والفرماج هذاك الداخل تلقاوه هكاك مفرمجه، تلقاوها الفرماج كيذوب يعطي واحد القو واحد الطعم ما شاء الله. وبالصحه والهناء عليكم.